السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعي راديو انطلاقة. معاكم دكتورة غادة عليوة، وده ميعادنا مع حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان، اللي بنتكلم فيه عن ازاي نصوم رمضان بأمان وبصحة، وأهم النصايح الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة اللي ممكن تعمل لهم مشاكل مع الصيام. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مرض السكر، وقلنا امتى مريض السكر يصوم وامتى ما ينفعش يصوم، وايه اللي يعمله بالظبط عشان يصوم بأمان. النهاردة هكمل معاكم كلام عن مريض السكر، بس كلام النهاردة مش مفيد لمريض السكر بس، لكن مهم جدا لكل المحيطين بيه. هنعرف مع بعض ايه الارقام المهمة لمريض السكر، وكمان لو حصل لا قدر الله ولقيت مريض السكر جاله اغماء، يعني ممكن يكون عنده غيبوبة سكر، ازاي نتصرف معاه ونلحقه بسرعة. قبل ما نقول الارقام المهمة لمريض السكر، لازم نعرف ان في بعض العوامل بتأثر على قياس السكر، وممكن بسببها نقيس السكر ويطلع النتيجة غلط تماما. أول حاجة، ما ينفعش قطرة دم واحدة لقياسين، لأن في ناس بتحاول تجرب على كذا جهاز فبيستخدموا نقطة دم واحدة. طبعا دي مش كافية، لازم قطرة الدم تكون كافية لتمتص في الشريط كامل. تاني حاجة، لو الدم مش كافي الجهاز هيقيس غلط، لو البطارية ضعيفة فالجهاز برضه هيقيس غلط، لو مدة صلاحية الشرايط انتهت هيقيس برضو غلط. شرايط قياس السكر ليها مدة صلاحية، ولازم ناخد بالنا منها كويس جدا. لو شرايط السكر واخدة رطوبة برضو النتيجة هتطلع غلط، ودي حاجات لازم ناخد بالنا منها كويس قوي واحنا بنقيس السكر. كمان لازم نعرف ان القياس في السكر الصايم لازم يكون الصيام من 8 ل 10 ساعات، نحاول ما يكونش اكتر من كده. والفاطر بيكون القياس بعد الأكل بساعتين، بيتحسبوا من بداية الأكل، وناكل خلال 10 دقايق مش أكتر من كده، وخلال الساعتين دول ممكن نشرب مية عادي. أما بقى الأرقام المهمة اللي لازم كل مريض سكر ولازم أهله أو المحيطين بيه يكونوا عارفينها كويس جدا، هي دي نتائج تحاليل السكر الصايم. لو النتيجة أعلى من 126 ملغ على الديسيلات، ده كده المريض مصاب بالسكر. لو هو الشخص أصلا عنده سكر والنتيجة طلعت ما بين 70 ل 130، يبقى ده الحمد لله نسبة السكر عنده كويسة وهو ماشي صح في علاجه وفي أكله. لو أكتر من 130 نقوله لأ، خلي بالك من علاجك ومن أكلك. طيب، في تحليل السكر الفاطر، لو أكتر من 200 ملغ على الديسيلتر يبقى ده مريض سكر. ولو الشخص مريض سكر أصلا فالمفروض النتائج تكون ما بين 140 لل200 ملغ بالديسيلتر، عشان يبقى كده هو مظبط السكر بتاعه. لكن لو أكتر من 200 نقوله لأ، خلي بالك واحذر، ولازم تظبط السكر بتاعك والأكل. لازم نعرف ان في حاجات اصلا بتأثر على قياس السكر، زي الحالة النفسية، الالتهابات في الجسم، وجود امراض تانية زي مرض الكبد او مرض الكلى، وكمان العمر. كمان ممارسة التمارين الرياضية بتأثر جدا على قياس السكر، ونوع الاكل اللي الشخص بياكله، والاصابة ببعض الامراض اللي بتستدعي ان احنا ناخد ادوية كورتيزون. دي كلها حاجات بتأثر على مستوى السكر في الجسم، فطبعا قياس السكر معاها بيختلف عن الشخص اللي ما بياخدش الحاجات دي او اللي ما عندوش الحاجات دي. طيب، في تحليل كمان مهم جدا اسمه ال HbA1c او تحليل السكر التراكمي، اللي بيدل على مستوى السكر في جسمك واذا كنت مظبط اكلك ودواك خلال ال3 شهور الاخيرة او لا. لو نتيجته من 6.5 ل7، ده كده مريض سكر بس كويس ومواظب والحمد لله أموره تمام. لو أكتر من 7 يبقى الشخص ده مريض سكر مش مواظب ومحتاج يظبط أكله ويظبط علاجه. وده التحليل اللي بيستخدمه الدكاترة علشان يعرفوا الشخص ده مواظب في العلاج بتاعه وفي أكله ولا لأ. فتيجي تلاقي المريض قبل ما يروح زيارة الدكتور
بيظبط أكله بقى اليوم بتاعه علشان لما يروح يقيس السكر يلاقي السكر مظبوط. لا، هو بيبقى طالب منك تحليل ال HbA1c، ده بيعرفه انت عامل ايه خلال آخر 3 شهور كاملين. طيب لو مريض سكر قدامنا وجاله غيبوبة، ازاي نقدر ننقذه ونعمل ايه؟ ده اللي هنقوله بعد الفاصل. مش هتأخر عليكم، فاصل قصير 30 ثانية وهنرجع على طول. ما تنسوش انكم تقدروا تبعتوا لي رسايلكم وكومنتاتكم واسئلتكم على صفحة راديو انطلاقة. اهلا بكم من جديد مستمعي راديو انطلاقة، ورجعنا تاني بسرعة زي ما قلتلكم. معاكم من جديد دكتورة غادة عليوة، وبكلمكم من راديو انطلاقة وفي حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان، اللي بنستكمل فيها كلامنا النهاردة عن مريض السكر. واتكلمنا قبل الفاصل عن أهم الأرقام اللي ضروري يعرفها مريض السكر وأهله أو المحيطين بيه، وإيه العوامل اللي بتأدي لغلط في قياس السكر بتاعه. كمان هنتكلم دلوقتي عن غيبوبة السكر، وإزاي نلحق مريض السكر من غيبوبة السكر بسرعة قبل ما ناخده ونروح الطوارئ. لو لقيت قدامك شخص مريض سكر وجاله غيبوبة مرة واحدة، ايه اللي نقدر نعمله؟ لو احنا في البيت لازم نقيس السكر بتاعه بسرعة عشان نعرف اذا كانت دي غيبوبة سكر منخفض ولا غيبوبة سكر مرتفع. لو احنا ما عندناش جهاز سكر، او المريض ده في المواصلات، او احنا بره البيت مش معانا جهاز سكر، هنعمل ايه؟ اول حاجة نعملها لازم نديله اي حاجة مسكرة زي كراميلا، شوكولاتة، سكر، نحطهم تحت لسانه. دي اول حاجة لازم نعملها. طيب، حد هيقولي افرض هي غيبوبة سكر مرتفع، انا كده بعلله السكر اكتر. هقولك غيبوبة السكر المنخفض اخطر من غيبوبة السكر المرتفع، لان غيبوبة السكر المنخفض معناها ان مفيش سكر وصل للمخ، واي عطب في المخ يعني اي ضرر بيصيب المخ ما بيرجعش تاني سليم، واللي هيصيب المخ هيأثر على باقي الأجهزة الحيوية في الجسم كله. أول حاجة هنديله حاجة مسكرة ونطلع بيه على الطوارئ بسرعة، وهناك هم هيشوفوا إذا كانت غيبوبة سكر منخفض أو غيبوبة سكر مرتفع. طيب، أو إحنا في البيت وخلاص قسناله السكر ولقيناها غيبوبة سكر منخفض، لازم نديله أي حاجة مسكرة زي ما قلنا، وناخده برضو على الطوارئ عشان يعوضوه بالمحاليل اللي فيها جلوكوز عشان تعلي السكر في جسمه. طيب، لو غيبوبة بقى سكر مرتفع هنعمل ايه؟ لازم نديله جرعة انسولين بسرعة بقدر الامكان لحد ما ناخده على الطوارئ. اول حاجة هيعملوها هيقيسوا السكر، هيدوله انسولين مائي اللي بيشتغل بسرعة عشان يخفض السكر بسرعة. كمان هيدوله محاليل علشان ارتفاع السكر لدرجة كبيرة بيؤدي لزيادة لزوجة الدم. ربنا يعافي أهلنا جميعا من مرضى السكر. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وقابلكم في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامجكم صحتك في رمضان، اللي بقابلكم فيه يوميا الساعة 1 الظهر على راديو انطلاقة. كان معاكم دكتورة غادة عليوة. دمتم بخير وصحة. مع السلامة.